الفيديو دوت هنقسم مع بعض ماده الفيزياء ازاي نذاكرها في السبع ايام. عندنا 7 ايام قبل ماده الفيزياء، هنقسم ال7 ايام دولت ازاي. تعالوا بينا بقى نعرف مع بعض. اول حاجه كده يا سيدي، احنا عندنا 7 ايام هنشيل منهم يوم العيد، يبقى كده احنا عندنا 6 ايام نذاكر فيهم ماده الفيزياء. ده لو احنا مش هنذاكر يوم العيد خالص ولا هنفتح كتاب، يبقى احنا عندنا كام يوم؟ عندنا 6 ايام. اليوم السادس دوت انا مش عايزه، هنسيبه دلوقتي للاخر وهقول لك هنعمل فيه. يبقى احنا كده فاضل عندنا كام من ال7 ايام؟ عندنا 5 ايام بس هم اللي فاضلين. بص بقى يا سيدي، ال5 ايام دولت هنقسمهم ازاي؟ هنقسمهم ل3 ايام هنذاكر فيهم الفيزياء الكهربائيه، ويومين هنذاكر فيهم الفيزياء الحديثه. 3 ايام الاوائل للفيزياء الكهربائيه هنذاكر فيهم ال3 ابواب للفيزياء الكهربائيه، واليومين الاخرى هنذاكر فيهم الفيزياء الحديثه. كل باب هنذاكره لو هنسمع مثلا المراجعه بتاعه الباب الاول للكهربائيه من على يوتيوب ونبدا نحل عليها، اليوم الثاني الباب الثاني، اليوم الثالث الباب الثالث، وهكذا مع ال5 ابواب الكهربائيه والحديث. تمام. طيب اليوم السادس بقى اللي احنا سيبناه دوت هنعمل فيه هنبدا نحل عليه شامل على بص على الكتاب كله، هتبدا تحل شامل على المنهج الفيزياء كامل كهربائيه وحديث. اي بقى سؤال صعب معاك كان واقف تحله، اي مش عارف مساله مش كنت عاملها، جزئيه ما عرفتش تذاكرها كويس وجزئيه كنت تايه فيها، تبدا تحلها في اليوم السادس دوت. شويه بقى نصايح عايزك تعملهم في الكام يوم دول. اول حاجه عايزك تبدا تحل كل الاسئله الصعبه، اي سؤال صعب معاك تبدا تحله عشان تتجنبوا اللي حصل معاكم في امتحان الكيمياء. عشان بقى الامتحان جه صعب جه سهل خير وبركه تعرف تحل. طب جه صعب يبقى انت مدرب نفسك وتعرف تحل اي سؤال صعب، عشان لو جالك حاجه زي امتحان الكيمياء كده. تاني حاجه، لو انت ما بتعرفش تحل مسائل صعبه او كده، حاول تسمع فيديوهات حل على اليوتيوب، فيديوهات حل المدرسين مش فيديوهات شرح، فيديوهات حل، وتبصم طريقه الحل مش تبصم المساله نفسها لان المساله بتتغير. عايزك تبصم الطريقه نفسها بتاعه الحل. مثلا تشوف المدرس بحل ازاي. مثلا لو هو بيديني مساله، انا في تجربتي بقى مع مسائل الفيزياء اللي انا ما كنتش بعرف احلها او مساله وقفت معايا في امتحان الفيزياء، كنت بعمل ازاي؟ كنت ببدا المساله بالشقلوب. مثلا هو بيطلب حاجه مش كنت بدور على المطلوب، كنت بشوف بقى المعطيات اللي هو بيديها لي، بدور على العكس. هو مديني معطيات، اشوف المعطيات دي انا هستخدمها في ايه. مديني تردد، طب التردد ده انا بجيب منه ايه؟ بجيب منه سرعه، طب السرعه دي هجيب منها ايه؟ وابدا بقى احل بالشقلوب لحد ما اوصل للمطلوب اللي هو عايزه. ثالث حاجه واهم حاجه عايزك تعملها ان انت تحفظ القوانين بتاعت المنهج، احفظها. انا عارف ان هو بيديك ورق بالمفاهيم والقوانين والكلام ده كله، بس احفظ القوانين لان ساعه الامتحان بيبقى مخك متشتت ومتوتر. اول ما هتيجي تمسك مساله القوانين هتحس ان انت اول مره تشوف القوانين دي، رغم ان دي القوانين اللي انت بتحل بيها طول السنه، بس من كتر التوتر هتلاقي ان دي اول مره، كانك دي اول مره تشوف القوانين. فانت عايزك تحفظ القوانين صم زي اسم. وبس كده، ده كان بالنسبه لتقسيمه ماده الفيزياء. بالنسبه لباقي المواد باذن الله كل ماده هننزل لك قبلها ازاي نذاكر الماده دي وازاي نقسم الكام يوم اللي قبل الماده. وبس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ربنا يوفقكم جميعا يا رب وتوصلوا لكل اللي انتوا عايزينه. سلام.